السلام عليكم يا ابن عمي. فيلم النهاردة فاخر من الآخر. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة. فيلمنا النهاردة بيبدأ في غرب قارة أمريكا الشمالية، واللي بنشوف فيها قطيع من الخيول النادرة، وتظهر ما بينهم فرسة وهي بتولد حصان صغير شكله جميل، وبنشوف وقتها الحصان ده وبنعرف ان اسمه سبرايت، واللي بيظهر ان هو متحمس جدا لاستكشاف العالم. وبعدها بنشوفه وهو بيفضل يجري مع قطيع الخيول، وكمان بيروح يلعب مع الخيول وهو سعيد ومبسوط. وبينبهر جدا لما بيشوف قطيع الطيران وهم بيشربوا من البحيرة، واللي بالرغم من ضخامة حجمهم ما بيكونش سبرايت خايف منهم، وكمان بيفضل يلعب مع الزعيم بتاعهم. وبتعدي الأيام وبيكبر، وبنشوفه وهو بيتسابق مع صديقه النسر، وبالفعل بيقدر يتفوق عليهم، وبنعرف وقتها ان سبرايت بقى قائد القطيع، وكمان بيكون هو المسؤول عن حمايتهم. وفي يوم من الأيام بيظهر أسد مفترس، واللي بيكون عايز يصطاد الخيول الصغيرة اللي موجودة في القطيع، وفعلا بيبدأ الأسد انه يطاردهم علشان ياكلهم، ولكن فجأة بيجي سبرايت وبنمنعه على آخر لحظة، وبيبدأ سبرايت ان هو يهاجم الأسد بشراسة. وبعد معركة كبيرة بيقدر يوقعه على الأرض، وكمان بيخوفه ويطارده لحد ما بيخليه يهرب من مكان تواجد القطيع. وبسبب اللي حصل ده بتروح أمه ومعها باقي القطيع وبيحيوه على شجاعته، ويظهر بعدها هو سعيد جدا بوجوده مع القطيع، واللي بيروح بالليل للخيول الصغيرة علشان يطمن عليهم ويتأكد إنهم في أمان. وفي الوقت ده ويلاحظ وجود ضوء غريب جاي من الغابة، وبيقرر إن هو يروح ناحيته علشان يستكشف مصدر الضوء ده، وبيتكلم مع امه وبيعرفها ان هو هيروح في اتجاه الضوء علشان يعرف ايه اللي موجود هناك، وبيطلب منها ان هي تفضل مع القطيع وبيسيبها وينطلق. وفعلا بيجري سبرايت لحد ما يوصل لمصدر الضوء، وهناك بيتفاجأ بمجموعة من الخيول اللي بيكونوا مربوطين في الشجر، واللي بمجرد ما بيشوفوه وبيفضلوا يحذروه ويطلبوا منه انه يهرب بسرعة، ولكن للاسف ما بيسمعش كلامهم، وبيبدأ ان هو يستكشف المكان. وهناك بينبهر سبرايت لما بيشوف مجموعة من الصيادين وهم نايمين، وبيكون مستغرب جدا من شكلهم لانه اول مرة بيشوف بشر، وبالغلط بيخبط واحد من الصيادين بالجزمة بتاعته، واللي بيصحى فجأة وبيصحى صديقه علشان يشوف، وينبهر هما الاتنين لما بيشوف سبرايت لانه بيكون واحد من الخيول النادرة جدا، وبيفضل يستكشف كل المعدات بتاعتهم لحد ما بيصحى زعيم الصيادين. ولما بيحاول الزعيم انه يمسكه بيجري سبرايت بسرعة علشان يهرب منه، فبيؤمر الزعيم كل الصيادين ان هم يستعدوا، وفعلا بينطلقوا كلهم بيجروا وراه علشان يمسكوه، ولكن وقتها بيعرف يخدعهم وبيجي وراهم وبيحرر كل الخيول واحد ورا التاني، وبيكمل هروبه ويفضل يجري بسرعة لحد ما بيوصل لمكان القطيع بتاعه. وهناك بيطلب سبرايت منهم ان هم يهربوا بسرعة من المكان، وبيرجع سبرايت التاني للصيادين وبيحاول يشتتهم علشان يبعدهم عن القطيع. وفعلا بتنجح خطة سبرايت وبيخلي الصيادين يطاردوه، وبعدها بيدخلوا كلهم جوا جبل صخرة، وهناك بيجري سبرايت على الصخور وبيهاجم الصيادين. لما بيجي سبرايت ويحاول ان هو يهرب منهم بيجي فجأة واحد من الصيادين ويرمي عليه الحبل بتاعه وبيسحبه وبيقع على الارض. ولما بيحاول سبرايت ان هو يهاجمه بيجوا باقي الصيادين وبيرموا الحبال عليه وبيحاولوا يمسكوه من كل مكان، وللأسف ساعتها ما بيعرفش يفك نفسه. وبتيجي أمه معاها باقي القطيع وقتها وبيصرخ فيهم علشان يهربوا بعيد، وفعلا بتراجع أمه وهي وباقي القطيع وبيهربوا، بالرغم من الخيول اللي مع الصيادين بيكونوا عايزين يساعدوا سبرايت إلا إن هما ما بيقدروش. وبعدها بيجتمعوا كل الصيادين وبينسحبوا وبيمشوا، وفي الطريق بيحاول سبرايت ان هو يهرب منهم، ولكنه للأسف ما بيقدرش انه يعمل كده، وبيفضل ينادي على صديقه النسر عشان ينقذه، ولكن للأسف ما بيقدرش النسر انه يقرب منهم بسبب الصيادين. وبعد فترة بنشوف الصيادين اللي بيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لمعسكر كبير للجيش الأمريكي، وهناك بينبهر سبرايت من اللي بيشوفه في المعسكر، واللي بيكون موجود فيه عدد من الجنود المسلحين، واللي كمان بيكونوا ماسكين عدد كبير جدا من الخيول. وهناك بيحاولوا الجنود ان هم يسيطروا على سبرايت جدا معهم، وبيكون رافض الاستسلام لهم،
وقتها بيجي قائد المعسكر وبيضرب نور في الهواء علشان يخوف سبرايت. بيجرب القائد منه وبيقوله للجنود انهم روضوا خيول برية كتيرة قبل كده، وان الخيول كلها شبه بعض ومن السهل ان هم يروضوا حصان جامح زي ده. وقتها بيتعصب جدا وبيكسر عصاية القائد علشان يثبت له ان هو مش خايف منه. وساعتها بييجوا جنود وبياخدوا ويربطوه في مكان مخصص لتثبيت الأحصنة. وبيجي الحلاج علشان يحلق شعره، ولكنه بعدها بيتفاجئ بعضة قوية جدا منه. فبيبدأ الحلاج وبيطلب من الجنود ان هم يربطوه كويس، وفعلا بيبدأوا الجنود في تثبيته. بيبدأ الحلاج ان هو يقص له شعره، ولما بيحاول الحلاج بيركب على ظهره بيخبطه جامد ويوجعه على الأرض، فيتعصب الحلاق جدا منه وبيخلي الجنود يربطوه من كل مكان. ولكن بعدها بيقدر سبرايت ان هو يحرر نفسه وبيخبط الحلاق اللي بيقع على الأرض ويفقد الوعي. فبيجوا الجنود وينقلوه لساحة علشان يروضوه، وكمان بيركبوه علشان يعرفوا يتحكموا فيه. ولكن وقتها بيعاند معاهم أكتر، وكل ما بيجي جندي وبيحاول ان هو يروضه بيجري سبار بسرعة وبيطيره وبيوجعه على الأرض، وبيفضل يوجع جندي ورا جندي وما بيكونش في حد من الجنود قادر ان هو يسيطر عليه. وساعتها بينبهروا كل الخيول من اللي هو شايفينه وبيفضلوا يتفرجوا عليه وهم مبسوطين. ولكن وقتها بيظهر قائد المعسكر وهو متعصب جدا من اللي سبرايت بيعمله، وبيهزق كل الجنود كونوا خايفين جدا من انهم يجربوا منه. وبيفضل سبرايت بعدها يطير الجنود واحد ورا التاني برا ساحة التدريب، وبعدها بيجري بسرعة وبيخوف كل الجنود لحد ما يوصل لقائد المعسكر اللي يبان عليه ان هو مش خايف منه. وفي الوقت ده بيطلب القائد من الجنود ان هم يربطوا سبرايت وان هم بيمنعوه عن الاكل والمية لمدة 3 ايام. وفعلا الجنود وبيربطوه في عمود موجود جوه ساحة التدريب، وبيفضل سبرايت يحاول محاولات كتيرة علشان يقطع الحبل، ولكنه للأسف ما بيقدرش. وبالليل يفضل يبص للسماء ويبان عليه انه مفتقد امه والقطيع بتاعه جدا. وفي تاني يوم يظهر على سبرايت انه هو جعان وعطشان جدا، وبيفضل يتفرج على قائد المعسكر وهو بيشرب مية. وفي الوقت ده بيجي مجموعة من الجنود اللي بيكونوا قبضوا على شاب من قبائل الهنود الحمر، وبيعرفوا القائد ان الشاب ده كان بيسرق من الموارد بتاعتهم. فبيطلب القائد من الجنود ان هم يربطوه ويحرموه هو كمان من الاكل والشرب. سبارت من شكل الشاب اللي بنعرف انه اسمه كيريك، واللي بيكون منبهر هو كمان من وجود حصان جامح زي سبرايت جوه المعسكر. وساعتها بيحاول ان هو يلعبه لكنه ما بيدوليش اي اهتمام، وبيستغرب لما بيشوف كيريك وهو بيعمل شغل غريب. وبيفهم وقتها ان هو بيتواصل مع حد خارج المعسكر، وفجأة بتترمي سكينة من فوق السور وبتقع جنب كيريك اللي بيقرب رجله منها، وبيقدر ان هو ياخدها قبل ما حد يشوفه. وبعد شوية بيستعد الجنود علشان يروحوا يحموا السكة الحديد من هجمات قبائل الهنود الحمر. وقتها بيسألهم القائد إن كان عدى 3 أيام على حرمان الحصان من الأكل والشرب، وفعلا بيكون عدى 3 أيام، ويبان على سبرايت التعب جدا. وساعتها بيبدأ القائد في ترويضه اللي بيحاول إن هو يوقعه هو كمان، وبيفضل سبرايت يجري ويتحرك بسرعة وبيخبط في الجدار علشان يوقع القائد. وفجأة بيوقف سبارت على الحركة لأنه بيبقى فاقد قوته وما بيكونش قادر إن هو يكمل جري. وساعتها بيظهر على القائد إن هو سعيد جدا لأنه قدر يروض حصان عنيد زي سبرايت. وبيفضل القائد يتفاخر من سيطرته عليه قدام الجنود، وبيفكروا ان هم لازم يكملوا السكة الحديدية، وانهم علشان يكملوها محتاجين لعدد كبير جدا من الخيول. وبيأكد لهم القائد ان هم يقضوا على قبائل الهنود الحمر، وبيعرفوا ان هم بالعقاب والوقت هيقدروا يروضوا اي حصان. وفي الوقت ده بيتعصب سبرايت جدا من كلام القائد، وبيسحب اللجام من ايده وبيجري بسرعة وبيطيره ويوقعه بعيد. وبسبب اللي حصل ده بيفرحوا كل الخيول وبيحيوه على شجاعته هو وكراك، وبينبهر هو كمان من شجاعته وإصراره. فبيتعصب القائد وبيطلع المسدس بتاعه بيوجهه ناحية سبرايت، وساعتها بيقف سبرايت بإصرار وما بيكونش خايف منه. وقبل ما القائد يقتله بيحرر كراك نفسه وبيهجم على القائد وبيتعلق بسرعة في سبرايت، واللي بياخده وبيجري ويروح يحرر باقي الخيول. وبيضرب كراك واحد من الجنود وياخد السلاح بتاعه. فبيجري سبرايت وبيدخل الاسطبل
اللي موجود فيه كل الخيول هناك، وبيخرج هو وسبرايت وراهم كل الخيول وبيكملوا كلهم جري وبيخرجوا من المعسكر وبيتفرجوا عن بعض. وبيكون سبرايت سعيد جدا لانه هيقدر انه يرجع للقطيع بتاعه من تاني، ولكن وقتها بيسفر كيريك وتظهر الفرسة بتاعته اللي اسمها ريم، وبيركب كيريك على ظهرها وبييجوا 2 من اصدقائه وبيرموا الحبال على سبرايت وبيتضايق لانه وقع في القصر من تاني. وبعدها بيوصلوا لقبيلة كيريك ومعاهم سبرايت وبيحبسوه في حظيرة، وساعتها كيريك بيجرب منه وبيشيل اللجام اللي كان مضايقاه. وبيصحى سبرايت تاني يوم وبيفرح لما بيلاقي تفاح محطوط جنبه علشان ياكل منه. وفي الوقت ده وبيلاحظ سبرايت وجود ريم اللي بيكون منبهر جدا بيها، وبيحاول